نادي حرس الحدود واللي انتهت بفوز المنيا 3-0. ونستقبل بعدها الكابتن رضا البلتاجي. شكرا لنجوم الاستوديو التحليلي، شكرا للزميل العزيز طارق رضوان. مشاهدينا الكرام، مباراه استاد الترسانه، المنيا يتالق ويفوز على حرس الحدود كما بدا اول الدوري في بدايه هذا الموسم، وهو يبدا الدور الثاني بفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء. ويسعدنا ان يكون معنا نقول النهارده النجم اللي تالق مع نادي المنيا اسلام رشدي. كابتن اسلام، بقول لك النهارده كنتوا متالقين، واعتقد النهارده مباراه ممكن ترجعكم تاني وتديكم الامل في نتائج كويسه داخل البطوله. الحمد لله 3 بونت غاليه قوي، كبيره قوي بالنسبه لنا، هتدينا ادفانتج للمباريات اللي جايه. وان شاء الله باذن الله هنركز في تمريناتنا، وان شاء الله احنا بندي ال3 بونت دي لجمهور نادي المنيا، وبنقول لهم وقفوا جنبنا ساندونا، واحنا ان شاء الله باذن الله هنقعد في الدوري ان شاء الله باذن الله، هنعمل اللي علينا، والباقي ده والنتيجه دي بتاع ربنا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله، وربنا يقدم اللي فيه الخير. من اول ما بدات المباراه شكلكم نازلين تهاجموا، نازلين ضاغطين فريق حرس الحدود، واعتقد الشوط الاولاني كنتم مسيطرين بشكل كبير، ده ريحكم جدا في الشوط الثاني. طبعا احنا الاسبوع كله شغالين على لازم 3 بونت، 3 بونت دي اللي هتقعدنا في الدوري. التمرينات كلها الحمد لله مركزين، اللعيبه كلها مركزه، الاساسي والاحتياطي ما فيش حد يعرف مين اللي هيلعب ومين اللي هيقعد، كله مركز ان هنلعب على 3 بونت، مش هنلعب على غير ال3 بونت. والحمد لله قدرنا ناخد من 3 بونت من الفرقه، وفرقه محترمه على اعلى مستوى. احنا جايين برضو الادفانتج بتاعنا اعلى منهم، كاسبينهم في الدور الاول. اي نعم هم في مركز بعيد عننا، بس الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. احنا نركز على 3 بونت. جبتوا ازاي؟ والله الحمد لله انا تاني سنه، الجون ده تاني سنه، السنه اللي فاتت برضه ممتاز به، نفس الطريقه، اخش واعدي واصوب وتمشي معايا كده الحمد لله. الكره اللي قبليها بسيط، عملت هات وخد وزعلت، الكره كان بالنسبه لي انت قطع معاك، مررتها زميلك ما قدرش يوقفها كويس. بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء. 3 بونت غاليه قوي عندنا بسم الله، الحمد لله. انا بشكرك جدا والف مبروك النهارده، واقول لك اعتقد نتيجه جيده جدا على حرس الحدود النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يخليك يا كابتن. طبعا زميلي طارق وكل نجوم الاستوديو التحليلي، احنا نقول فوز كبير النهارده لفريق المنيا، ويسعدنا ايضا هيكون معانا الكابتن نقول ياسر ابو وهاب المدير الفني. كابتن ياسر الف مبروك. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بحضرتك، وانا سعيد ابقى مع حضرتك في لقاءات النيل الرياضه. كابتن ياسر، اعتقد النهارده حرس الحدود كان هيخش مربع ذهبي و18 نقطه، قدرتوا تكسبوا انتوا وتاخدوا 3 نقاط، اعتقد مهمين جدا ليكم مع بدايه الدور الثاني. طبعا كان المباراه كان اهميتها من وضع الفريق في الجدول، ما كانش وضع مناسب لمكانه نادي المنيا وتاريخه في الدوري الممتاز. كان لابد من اللعيبه كلها ان احنا نحفظهم ونقول لهم ان المباراه دي هي مباراه مصيريه، بدايه الدور الثاني، انت عارف الدور الثاني ما فيهوش تعويض، فكان ده بدايه ان احنا نقدر نحسن وضع الجدول ووضعنا في الجدول، وفرقه حرس الحدود مستواها الفني ارتفع من المباراه الاخرى. نسيناهم نتيجه المباراه الاولى اللي فازوا فيها في الماكس بهدفين، لكن كانت المباراه اهميتها ان احنا وضع نادي المنيا لازم يتحسن، ودي بدايه ان شاء الله. وانا بشكر اللعيبه كلهم على المجهود الرائع، لان هم من بدايه الاسبوع وهم في غايه التركيز وتصميم على تحقيق الفوز في المباراه دي. وبشكر جميع اعضاء مجلس الاداره اللي وقفوا جنبنا وساندونا، وخاصه بخص بالذكر الكابتن هشام عبد الرسول مدير الفريق اللي هو اختارنا اساسا للموقع دوت، وباذن الله الفرحه دي بتعم جميع شعب المنيا باذن الله، وبدايه لعوده المنيا لمكانها الطبيعي. انا بشكرك جدا، واقول لك عندك مباراتين في ارضك، اعتقد ميزه المباراتين الجايين على ارضكم، واعتقد دي ميزه ليكم. طبعا مباراه وادي دجله ومباراه بتروجيت اللي جايين على ارضنا باذن الله هنقدر نعوض، ونتيجه المباراه النهارده تدينا ثقه كبيره في اللعيبه ان هم دي بدايه ان شاء الله تحقيق الفوز. مباراه وادي دجله 3 نقاط، المباراه دي هننساها، هنبتدي هنشتغل على المباراه الثانيه باذن الله، لان مباراه وادي دجله فريق برده محترم لازم نحترمه. ودي المباراتين الوادي دجله وبتروجيت هم بنلعب باكج كامل 3 مباريات، باذن الله نحقق الفوز في المباراه دي وادي دجله، وباذن الله نحقق نتيجه طيبه في مباراه بتروجيت. بشكرك جدا والف مبروك وبالتوفيق ليكم ان شاء الله. فيك متشكر جدا. متشكر جدا. طبعا زميلي طارق قبل ما نعود للاستوديو نقول المباراه دي ما كانتش مباراه رئيسيه، ولكن كانت مباراه مثيره بشكل كبير جدا. نادي المنيا قدر يتقدم بهدف لقعود في الشوط الاول، ولكن تم احتساب ضربه جزاء لحرس الحدود فمع قبل نهايه الشوط الاول بدقائق، ولكن صدى لضربه الجزاء اللاعب سامح علي حارس المرمى ببراعه، ولكن مع بدايه الشوط الثاني المنيا ايضا كثف من هجماته بشكل كبير جدا، تم احتساب ضربه جزاء لفريق المنيا، عمرو عثمان قدر يحرز منها الهدف الثاني، وفي في نهايه نقول منتصف الشوط الثاني اسلام رشدي قدر يحرز الهدف الثالث. اعتقد مباراه مثيره وفيها بعض الحالات التحكيميه اللي هيكون عليها في حولها مسار من الجدل بشكل كبير جدا، واعتراض من الاجهزه الفنيه خاصه الجهاز الفني المنيا. انا بشكرك زميلي طارق، بشكر كل نجوم الاستوديو التحليلي، والان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل.
شكرا لزميلنا محسن محمود ومبروك لفريق